السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، قناة يوميات ووصفات مصطفى. اليوم غادي نحضر معكم الفول الخضر. بطبيعة الحال الفول عنده بزاف ديال الفوائد غادي نتحدث لكم عليها، وغادي نوريكم هاد الطريقة ديال الطياب ديال الحلجة والسيكوك. الفول الخضر هنايا اللي طري خليته بالقشرة ديالو، قطعته قطع صغيرة، واللي الحبات ديالو غلاط حيدت لهم القشرة وخليتهم كل حاجة بوحدها. هنايا خديت البرمة من تحت، خلاص راه فيها الماء، وكنحطو فوق منها الكسكاس. الفول اللي مقطعاه بالقشور ديالو حطيته هو التحتاني، وعاد حطيت الفول اللي منقي فوق منه. المهم راه الفول من اكثر الاطعمه المفيده والمغذيه، خصوصا في المطبخ ديالنا المغربي، حيت هو غني بزاف ديال العناصر كيحتاجها الجسم ديالنا. ودابا غادي ندوز باش نحضر معكم الشعير. المهم هنا راني خويت الشعير ونقيته في الطبسيل، ومن بعد غسلته بالماء مزيان باش كيتحيد منه داك الطحين اللي فيه. تبقى توصلوه وتعاودوه حتى كيتصفى من هذاك، ما يبقاش فيه نهائيا الطحين. عاد غادي نديرو في واحد الاناء باش نكب عليه الماء طايب ونخليه جانبا. المهم دابا على ما نكملوا هذيك المراحل غادي نعرض لكم على الفوائد ديال الفول. قلنا بان الفول عنده بزاف ديال الفوائد. اول حاجه هو غني بالبروتين النباتي، حيث هو كيساعد على بناء العضلات وتقوية الجسم، ومناسب جدا للناس اللي ما كياكلوش اللحم بزاف. هو ايضا مفيد للقلب، حيث فيه الالياف اللي كتساعد على خفض الكوليسترول، وكيساهم في تنظيم الطنسيون ضغط الدم. هو كيعطي الطاقه وكيشبع مده طويله، حيث غني بالكربوهيدرات، وكيعطي طاقه تدريجيه يعني طوال اليوم، وكيقلل الاحساس بالجوع. داكشي باش هو مفيد للناس صحاب الرجيم. هنا راني غسلت هذاك الشعير مزيان ودرته في واحد الاناء وكبيت عليه الماء طايب وكنخليه جانبا. قلت لكم بانه كيعطي طاقه وكيشبع. ايضا هو كيحارب فقر الدم، حيث فيه الحديد وحمض الفوليك، وكيساعد على تكوين الكريات الحمراء. ايضا هو كيقوي الدماغ والتركيز. علاش؟ حيث فيه الفيتامين بي، وهي مهمه للاعصاب والذاكره. وايضا كيحسن الهضم. الالياف اللي فيه كتساعد على تنظيم حركه الامعاء والوقايه من الامساك. هو كيقوي حتى العظام، حيث فيه المغنيسيوم والفوسفور، وهما ضروريين للعظام والاسنان. من الاحسن تنقعوا الفول في الماء قبل ما تطيبوه باش كيسهل الهضم وكيقلل الغازات. هنا الشعير راني صفيته من هذاك الماء اللي كنت درتلو وصافي، وكنحطو من فوق الفول وكنغطي عليه بالسلوفان، وعاد كندير ليه الغطايه. دابا غادي نقول لكم الفوائد ديال السميده ديال الشعير مع الفول مفورين. كيعطي طاقه قويه طبيعيه، حيت الشعير فيه الكربوهيدرات بطيئه الهضم. كيعطي طاقه كدوم ساعات طويله بلا ما تعيا، بلا ما تحسوا بالجوع. مفيد ايضا للقلب حتى هو، حيت الشعير فيه غني بالالياف اللي كيساعد على خفض الكوليسترول وتحسين الدوره الدمويه. كينظم حتى هو السكر في الدم، مناسب لمرضى السكري والناس اللي كيخافوا من ارتفاع السكر. كيخلي السكر يطلع تدريجيا وماشي بسرعه بحال الفول. كيحسن الهضم. ايضا الالياف اللي في الشعير والفول كتحارب الامساك وتنظف الامعاء وكتقلل الانتفاخ. الا طاب مزيان، خصو يطيب مزيان. كيقوي الجسم والتركيز، حيت فيه الفيتامين بي والمغنيسيوم، ومفيد للاعصاب، وكيقوي حتى هو العظام. الشعير يحتوي على معادن مهمه مثل الفوسفور والحديد. وهو كيشبع، يعني كيساعد في اللي بغاين يطيحوا الوزن، حيت الاحساس بالشبع كيبقى مده طويله، وكيقلل الرغبه في الاكل بين الوجبات. علاش الشعير مع الفول مزيانين بجوج؟ حيت الفول فيه البروتين النباتي والشعير فيه الطاقه والالياف، يعني هي وجبه متوازنه تقريبا كامله غذائيا. هنا راه كنبقى نقلب نشوف واش الفول طاب، نشوف الشعير واش طاب. المهم الفول راه بدا كيدخلو الطياب. الشعير حسيت به ناشف، وغنضيف ليه كنرشو غير تما فوق الكسكاس بالماء، كنكب عليه الماء وصافي ونخليه يزيد يطيب.
من بعد ما غادي تفورو نديرو في المقله غندير ليه الزيت. لذلك دابا غادي نقول لكم الفوائد ديال زيت الزيتون مع الفول. حيت كنزيدو زيت الزيتون الفول كتولي الفائده مضاعفه. علاش؟ كيساعد على صحه القلب والشرايين، وكيسهل الهضم ويقلل الانتفاخ، يعطي طاقه قويه خصوصا في الفطور، غني بالدهون الصحيه المفيده للدماغ، يساعد على امتصاص الفيتامينات بشكل افضل. وافضل وقت ناكلو فيه الفول هو الفطور، حيت كيعطي طاقه طوال اليوم، وفي الغداء حيت كيشبع وكيمنع الاكل الزائد، ما يبقاش الواحد كل مره كيدور وكياكل. ولكن من الافضل في الليل الواحد ما يكثرش منه على حساب الغازات، بعض الناس اللي عندهم غازات. دابا الفول صافي راه طاب، درت المقله فيها الزيت وحطيت عليها الفول هذاك اللي مقطع بالقشره ديالو، وشويه ديال سميده الشعير، وفي اناء واحد اخر نقصت الشعير اللي ما فيهش الفول كاع، وشويه ديال الفول هذاك اللي حبات، هذاك خليته بوحدو. دابا انا كنزيد نضيف الزيت، حقا درت الزيت في الاول باش ما يلصقش. هاد الطبخه هذه كتبغي الزيت بزاف، كتجي زوينه بالزيت. كتبقاو تحركوه لحق الشعير، الا قللتي الزيت اصلا في المقله الشعير دغيا كيلصق في المقله، خصك تكثري الزيت وتبقاي تحركيه. هنا ضفت الملحه وضفت الكمون، هادو هما التوابل اللي فيه: الزيت البلديه والملحه والكمون فقط، والتحريك المستمر كما قلت لكم باش ما يلصقش. صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا صافي الأكلة ديالنا راها وجدات، طفيت عليها صافي وغنديرها في الطبق ديال التقديم. هكا تجي زوينه، غير جربوها. هاد الأكلة كما قلت لكم سميتها الحلجة. بالنسبه للسميده الاخرى راه خليتها حتى بردات وضفت عليها، كندير اللبن في الزلايف وكنضيف هذيك السميده ديال الشعير اللي ما فيهاش الفول. كاين اللي كيبغيها بالفول، كنهزو الفول، حبه الفول وكيداروا مع اللبن. ايوا ها سيكوك وجد هو الحلجه، بالصحه والراحه. لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد.